لو معكش فلوس تجيب تكييف، تعال اجيب لك تكييف بسعر ولا في الاحلام، وده بيسموه تكييف مكتبي او التكييف بتاع الفرد الواحد. تكييف كده بسيط وهيرطب عليك، وتعال نشوف ايه فكرته، بيشتغل ازاي، وايه محتويات العلبه. وتعالى نعمل ريفيو ده بسرعه عشان بصراحه الجو حر وعايز استخدم التكييف ده بسرعه جدا. بس قبل ما نفتح العلبه، لو انت اول مره تشوفني، انا رامي حموده، كل يوم جديد ومنتج جديد ومعلومه جديده. يعني هرطب عليك كده شويه. لو انت مش عامل لي متابعه دوس متابعه، اعمل لي لايك وقول لي رايك في الكومنتات، ويلا بينا نخش في الفيديو. ولو فاكر ان المعلم ده تكييف بس تبقى غلطان، لان غير ان هو تكييف زي ما انت شايف كده في الرسومات دي، فهو في نفس الوقت اباجوره بتنور حوالي 8 الوان. ومن الاخر الجهاز ده بيشتغل بوصله يو اس بي بتيجي معاه في الكرتونه. فيلا بينا نفتح العلبه. اول حاجه بنلاقيها في العلبه وهو الكتالوج الجميل ده، وطبعا ده مش بنحتاجه في حاجه لان الكتالوج الرئيسي بتاعك هو رامي حموده. وبعدين بيجي التكييف بتاعنا في كيسه كده، وده حجمه. وادي شكل التكييف بتاعنا، وبالزرار ده نقدر ننزل الريش دي لتحت او فوق او في النص ونتحكم فيها زي ما احنا عايزين. ومن الجناب هنا بيكون فيه الاباجوره زي ما هنشوفها كمان شويه. ولو جبنا التكييف من فوق هنلاقي ان هو فيه زرار الباور، وكمان فيه زرارين. اول واحد ودي المروحه بتاعه التكييف، وبنعملها ب3 مستويات. اما الزرار اللي جنبها وده الخاص بالاباجوره، وكل ما ندوس عليه اللون بتاعها بيتغير. في فتحه هنا من فوق لو فتحناها دي اللي بنحط فيها ميه الساقعه، ودي فكره التكييف ان بيخش فيه ميه الساقعه والفلتر جوه بيسحبها، ومع المروحه فبتطلع لك هواء جميل كده ساقع. ويلا بينا بقى نشغل المعلم ده. دي وصله اليو اس بي اللي بتيجي معاه، وهنركبها في ظهر التكييف وبعدين نوصلها باي مصدر يو اس بي. ولما ندوس على زرار الباور التكييف بينور بالشكل الجميل ده، ونتك على زرار المستوى نشغل اول مستوى والتاني والتالت. فعلا في فرق بينهم، والمروحه بتاعته قويه جدا. نشغل الاباجوره والاضاءه بتاعت التكييف هنلاقي ان هي فعلا حاجه مودرن كده قوي. ونجيب ميه ساقعه ونفتح تانك التكييف ونكب كده ميه لحد النص او لحد الاخر. ولو عندك قطع تلج صغيره جدا على قد التانك حط برده مفيش مشكله. بصوا، بغض النظر عن ان هو فكره التكييف بمعنى التكييف اللي بيتحط عندنا في الاوضه، هو ابسط من كده بكتير، ولكن فكره حلوه جدا. اصلا لو هو ما فيهوش تكييف وما فيهوش اباجوره، انك تلاقي مروحه بس بالسعر ده مستحيل تلاقيها. لما بتحط الميه الساقعه بتحس ان الهواء اللي طالع فعلا ساقع، ففعلا منتج يستحق. وكمان الريش اللي فيه دي تقدر تتحكم فيها في الاتجاه اللي انت عايزه. فكتوتال كده بسعر باكج كامله، لا منتج يستحق الشراء، وفعلا منتج هيفيدني جدا في الصيف. وبس كده افتكر ان ده بافضل سعر. لو عايز تطلب المنتج كلمني